رسالة إلى أولياء الأمور، يعني بالبلدي كده، للي بيبعتوا أولادهم على المدارس. راسلني أحد المدرسين من مدارس شمال غزة وقل لي احكي في هذا الموضوع كالتالي: خلصت الحصة الثالثة والأولاد بدوا يطلعوا فورسة، فهلقيت الأستاذ طول وقعد في الصف. في طالب لهذا اللي معاه اللانش بوك هذا، ولا بصراحة اسمه مش عارف انطقها بصراحة، حاطط فيها عنب وثلاث أصناف من الفواكه، وولد تاني ضلوا في الصف. الولد التاني حالته ميؤوس فيها، يعني الفقر دبحهم. فشاف الولد جايب شوية فواكه معاه في المطبقية تبعته هذه اللي ما تتسمى، قال له اعطيني عنبة. قال له من زمان ما كلناه. قال له ليش انتوا فقراء بتشتروش؟ هو ولد التاني بفهمش. سمعوا الاستاذ نهر عليه في الكلام وحكى له اللازم: ابنك 4 ساعات اللي حيغيب عنك او 5 خليهم، يعني بلاش تفتح التلاجة وتحط كل الأصناف اللي في التلاجة عشان يقولوا إنك بخير. خليها خبزة ودقة زي زمان ما كنا نحشيها في الظرف الأبيض هذا الشفاف، ومعها الخيارة ولا معها حبة البندورة وأي معها أي حاجة، وبنروح على المدرسة ولما ترن الفورسة نطلع الخبزة أو ناكلها. بلاش جاط الفواكه هذا اللي حطاه معاه في المدرسة. في ناس محاش انها تعطي اولادها مصروف، وانت جايبالي اطبحص في الاولاد، جايبالي من جميع اصناف الفواكه. طب ما هو لازم تحسي في الناس التانية، يعني بلاش ولا قطعة فاكهة تفاحة تحطهاش معاه. تقول لي تحرمنا وما تحرمناش، يا اختي الله يرضى عليكي. لما يروح ابنك زغديد زغد كده ضلك اكلي لما يشبع. في ناس ما عندهاش تشتري الحاجات هذه اللي انت حطاها في الثلاجة اللي بعتها مع الولد، يعني بس قنية المية والخبزة اللي محشية دقة ولا جبنة ولا اي حاجة. اتكتريش تبحصيش الناس، الله يرضى عليكم. يا ريت هذا الفيديو تشاركوه عشان يوصل لأغلب الناس وأغلب أولياء الأمور. ونقطة تانية مني أنا للأساتذة، يعني يا أستاذ يا فاضل، لو لقيت ولد معاه دفتر قديم ومزع منه الصفح القديمة والصفح المكتوب عليها، يا ريت ما تحرجه وتقول له هاد دفتر جديد، لأنه أنت مش عارف كيف أبوه بيصرف عليهم، لأنه أنت مش عارف كمان يمكن أصلا بياكلوش في الدار إلا طقة واحدة، يمكن بياكلوش إلا دقة وزعتر. يعني بدنا نكون رحماء على الفقراء والغلابة، ما نحسسهم إنهم غلابة. ويا ريت لو أنت تخصصوا من راتبك والله ما ينقص حاجة، أو تجمع من الطلاب تقولهم يا أولاد بدنا نجمع تبرعات لأولاد غلابة وما فيش معاهم دفاتر، ومن غير ما تحسسوا خدوا على جنب وقول له يا ابني خد هدول هدية من الطلاب. وهذه الرسالة مني إن شاء الله تعم على الجميع، وإن شاء الله يجعل أيامكم كلها خير وسعادة، وسنة دراسية وعام جديد عليكم ويسعد أوقاتكم.